هاي، انا وصال، وفي حلقه النهارده هتكلم معاكي ازاي تقدري تنزلي كل يوم وفي اي وقت من غير ما تحتاجي تحطي ولا نقطه ميك اب. اول حاجه محتاجه تبداي بيها هي حواجبك ورموشك. بمعنى ايه؟ لازم تعتني بيهم وتعرفي تجيبي اللاش سيرم او الاي براو سيرم الصح اللي يتقلك رموشك وحواجبك، وتحاولي على قد ما تقدري لمده مش اقل من 3 شهور ما تحطيش اي ميك اب او اي برودكت على رموشك او حواجبك طول فتره العلاج. وصدقيني بعد 3 شهور من الاستمرار مش هتحتاجي تحطي اي حاجه في رموشك ولا اي حاجه في حواجبك. الحاجه التانية لازم تاخدي فيتامينز. شوفي ايه العناصر الغذائيه اللي ناقصه في جسمك وحاولي تروحي تعوضيها بفيتامين مناسب، وتسالي عنه كويس وتشوفي اذا كان هو مناسب ليكي ولا لا. وطبعا الكلام ده ملوش علاقه بالحوامل او المرضعات. الحاجتين دول هيعملوا لك ايه؟ الفيتامينز هتدي نضاره لبشرتك، هتشد بشرتك وتعوضك بالكولاجين، وكمان هتخلي شكل شفايفك مشدود واحسن. لو احتاجتي حتى تحطي حاجه عليهم هتحطي حاجه بسيطه قوي، او هتكتفي بس انك ترطبيهم كل يوم قبل ما تنامي. والكلام ده زي ما بقول لكم كل مره عن تجربه شخصيه. انت لو عملتي الحاجتين دول مش هتحتاجي تحطي اي برودكت على حواجبك او رموشك او شفايفك. طيب ممكن واحده تقولي انا عندي حبوب او عندي سكارز في وشي فمش بقدر انزل من غير ما احط فاونديشن. الحل للسكارز دي ان انت تستخدمي ساليسيليك اسيد. اي حاجه فيها ساليسيليك اسيد هتساعدك كتير جدا تتخلصي من اي حبوب. انا عن نفسي بعمل كده، ده ساعدني جدا وخلاني طول الوقت ما بحطش اي فاونديشن على بشرتي، بس عشان انا كوصال مدمنه بلاشر ما بقدرش انزل من غير بلاشر ومن غير ما احط ليب تنت. ده عشان انا كده من وانا صغيره، حتى انا ممكن قبل ما انام احط بلاشر وتنت لاني ما اقدرش اعيش من غيره. فلو انتي اوكي زيي فانتي ممكن تعملي كده عادي، مش اقل من 3 شهور على كل خطوه عشان تقدري تستفيدي وتعالجي وشك. وبعد ال3 شهور دول صدقيني انتي لما تيجي تنزلي الشارع الصبح بالليل في اي وقت انتي مش هتحسي انك محتاجه تحطي نقطه ميك اب، لان انتي اوريدي نضره، اوريدي حواجبك كويسه، رموشك مش محتاجه حاجه، عيونك كويسه، بتنامي كويس. الحاجه الثالثه وانك تنامي كويس. حاولي على قد ما تقدري تنظمي يومك مش اقل من 8 ساعات في اليوم زي ما بقول كل حلقه، لان نومك المنتظم ده هو اللي هيخلي الهالات السوداء اللي عندك تقل بنسبه كبيره قوي. مش هتحتاجي ان انتي تحطي كونسيلر قبل ما تنزلي. اما بقى الحاجه الاساسيه اللي هتاثر عليكي الطريق ده كله هي طريقه اكلك. لو انتي بتاكلي صحي وبتقللي الدهون على قد ما تقدري وبتشربي ميه كتير وبتقللي سكر، صدقيني وشك ده هيبقى زي جلاس سكين اللي بتحلمي بيها طول حياتك. وانا برضو جربت الكلام ده، بس انا كوصال ما قدرتش اطبقه على نفسي 100%. ساعات كتير باكل من بره، بس الفتره اللي انا التزمت فيها وكنت باكل اكلي كله بزيت زيتون ومش باكل مقليات كتير وقطعت سكر فتره، انا بشرتي كانت فعلا البشره اللي انا بحلم بيها. انا كنت بصحى من النوم ما بعملش اي حاجه ببشرتي حرفيا، انا بس كنت بغسل وشي واسرح شعري وانزل. انا كنت ببقى تحفه فنيه. اللي خلاني احس ان انا عايزه اكمل هو من اول لما بدات اروح الجيم وانتظم واكل اكل ما فيهوش دهون ولا سكريات ولا حلويات ولا الحاجات دي. فبشرتي رقم 1 بطل يطلع لها حبوب، رقم 2 اثار الحبوب القديمه اختفت، رقم 3 بشرتي بقت نضره، بقى عندي ثقه في نفسي انزل من غير ولا نقطه مكياج، حرفيا من غير ولا نقطه مكياج ولا كونسيلر ولا ماسكارا ولا بتقل حواجبي ولا بعمل مايكرو بليدنج ولا بحط تنت ولا اي حاجه، حرفيا ولا اي حاجه. والاحلى بقى من ده كله الناس اللي بتحب التصوير هي هتفهمني. احنا كلنا عارفين ان احنا شكلنا في الحقيقه بيبقى حلو قوي، بس لما بنيجي نتصور بنحس انه لا مش قوي، مع اننا في الحقيقه حلوين وكل الناس بتقول لنا كده. لو مشيتي على النظام ده شكلك في الصور هيبقى هو شكلك في الحقيقه، مش هيبقى عندك اي مانع اي كاميرا تظهر في اي وقت تصورك 50 صوره انتي تحفه بجد. انا جربت الكلام ده وانا بطبقه على نفسي، بحاول لحد دلوقتي التزم بيه لان هو فعلا اثر في حياتي. اما بالنسبه لجزء الشعر، ازاي تقدري تنزلي كل يوم من غير ما تحتاجي انك تعملي شعرك هيت او تستخدمي اي حاجه غير طبيعيه؟ اول حاجه لازم تمشي على روتين معين. الروتين ده بيكون عباره اول ما بتغسلي شعرك استخدمي شامبو، كونديشنر وهير ماسك، اي نوع تفضليه بس يكون بيجيب نتيجه كويسه معاكي. وبعد ما بتخرجي من الشاور بتاعك بتنشفي شعرك بفوطه مايكرو فايبر، استني لما شعرك ينشف وبعدين تحطي له السيرم او الليف ان او وات ايفر اللي بيمشي على شعرك، وتسيبي شعرك يتشربه كويس قوي. والاهم في الجزء ده انك تقسمي شعرك سيكشن، يعني ما تحطيش البرودكت على شعرك كده من بره وبعدين تسيبيه. شعرك بعد يوم او بعد 6 ساعات بالكتير هتلاقيه ممكن يتلعبك تاني. الاحسن حاجه ان انتي تقسمي شعرك على سيكشنز. انا بقسم شعري على 6 سيكشن، وبحط على كل سيكشن كميه صغيره من البرودكت السيرم او الليف ان اللي هحطه على شعري. كده بضمن ان شعري كله يكون متغذي ومترطب. بعدين ببدا اسرحه وبحطه في بونيه ستان وبعدين بنام.
او بصحى او بعمل اي حاجه، بس شعري يفضل في البونيه طول الوقت. تاني يوم وانتي نازله الصبح هتصحي من النوم شعرك قطعه حرير، بشرتك قطعه زجاج، مش هتحتاجي تحطي غير شويه تاتش ابس بسيطه، ليبتن، ماسكارا خفيفه قوي، بلاشر خفيف جدا. وانا بيرسونالي بحط حاجات فيها برودكت طبيعيه، يعني لما بحط تنت او بلاشر وحاجه عارفه ان هستخدمها ديلي بميل ان انا اجيبها تكون من مكونات طبيعيه، بحيث ان انا لما اقعد بيها بره وقت طويل بشرتي ما تتاثرش وفي نفس الوقت شكلي يفضل حلو طول اليوم. بالنسبه بقى للمناسبات، لما يجيلك مناسبه انت طبعا قاعده طول حياتك محافظه على بشرتك وبتعتني بيها، حرفيا انت هتبقي جلوي بشكل مش طبيعي. كلمه جلوي دي قليله، عارفه الجلو اللي انت بتحلمي بيه وبتشوفيه في الفلترز وبتشوفيه في الافكت متبقيش عارفه هي جايه منين، ده هيبقى شكلك. ليه؟ لان انتي بشرتك اوريدي التكستشر بتاعها متغذي، مش مجهده من الميك اب، مش مجهده من قله النوم، متغذيه كويس وبتاخد كل الفيتامينز، فهي البشره الطبيعيه اللي ربنا خلقها ما فيهاش اي تدخل. لما تيجي بقى تحط لها ميك اب في مناسبه وميك اب تقيل وفور كفرج، انتي هتلاقي نفسك فعلا وهم، يعني هتلاقي شكلك فعلا حلوه قوي وجلوي. وانا الكلام ده جربته على نفسي، ولما بيكون عندي مناسبه وعارفه ان انا عندي فرح او حاجه بقعد لمده طويله قوي ما بحطش ميك اب واكل كويس وانام كويس. انا ببقى منبهره بشكلي في المناسبه دي، ومش انا بس، كل الناس اللي بيشوفوني بيقولوا انت فعلا كان شكلك تحفه في اليوم ده، وباقل الامكانيات وباقل مجهود فعلا بتقدري تظهري وتباني شكلك حلو قوي. بس دي كانت كده حلقه النهارده، استنوني في حلقه جديده هتكلم معاكم عن موضوع مهم قوي ان شاء الله يعجبكم. وبس كده انا خلصت، باي.